تخيل كده يا صاحبي ان في زرار واحد بس في موبايلك لو نسيت تقفله وانت مسافر ممكن يرجعك من السفرية مديون بفلوس تمن تذكرة الطيارة نفسها. وفي نفس الوقت في تطبيق لو نزلته هيخليك تمشي في شوارع اوروبا وامريكا كأنك في بولاق عادي جدا، فاتح نت وعايش حياتك باسعار ما تجيش تمن سندوتش هناك. يا ترى ايه هو الزرار ده وايه هو التطبيق اللي هيحول موبايلك لمحطة انترنت متنقلة؟ ركز معايا شوية دول عشان جايب لك تطبيق ولا في الأحلام. بص يا سيدي، خلينا نتفق إن حياتنا من غير تطبيقات بقت زي الشاي من غير سكر، حاجة كده ملهاش طعم وما تمشيش في الزمن ده. فكلنا لما بنعوز نروح مشوار في أي مكان ما بنعرفش غير بالجي بي اس، كلنا بنعتمد على الجي بي اس البشري. تفتح الشباك تسأل واحد في الشارع والنبي فين شارع الجمهورية يا كابتن، يقولك خش يمين في شمال تلاقي الكشك، تسأله يديك ويلبسك في الحيط. دلوقتي جوجل مابس باشا بيوصلك لحد باب بيتك. عايز تاكل في تطبيق، عايز تركب في تطبيق، عايز تحول فلوس في تطبيق. التكنولوجيا دخلت نظفت حياتنا وسهلتها، بس لسه في بعبع واحد بيطلع لنا كل اول ما التايم لاين يتقلب صورة باسبور ومطار. هو النت في السفر. اي حد سافر قبل كده عارف المرمطة. تنزل من الطيارة يا اما تفتح رومينج او التجوال وترجع مصر تبيع كليتك عشان تسدد الفاتورة، يا اما تقف طابور طويل عريض في المطار عشان تشتري خط محلي وتفك وتركب الخط الاصلي بتاعك، والشريحة تضيع منك وحوارات ملهاش اول ولا اخر. طب ليه المرمطة دي كلها وانت في 2026؟ هنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا النهاردة، تطبيق ريدكس اي سيم فور ترافل. ايه بقى ريدكس ده يا معلم؟ بص يا سيدي، تطبيق ريدكس بيقدم خدمة الاي سيم، يعني شريحة الكترونية مفيش بلاستيك مفيش دبوس تفتح بيه الدرج ومفيش وجع القلب. ده التطبيق ده باختصار هو سنترال العالم في جيبك. بتدخل عليه تختار البلد اللي انت رايحها، تشتري الباقة وتعمل سكان للكيو ار كود ومبروك عليك النت. بس اهم حاجة تفعل الباقة قبل ما تسافر، عشان لو فعلتها هناك هتدفع مبلغ محترم. تعالى اقولك بقى تستخدمه ازاي صح عشان ما تتوهش. ركز في الخطوات دي. اول حاجه تنزل التطبيق من اللينك اللي سايبولك في الوصف تحت. هتفتح التطبيق هتلاقي واجهه سهله جدا ما فيهاش تعقيد. اختار البلد اللي انت مسافر لها، وليكن مثلا تركيا او دبي. هيطلع لك باقات باسعار مختلفه، يوميه اسبوعيه شهريه. شوف المده اللي انت قاعدها واختار اللي يناسبك على حسب ميزانيتك. بعد ما تدفع هيجيلك الكيو ار كود او زرار تفعيل مباشر. اهم نقطة بقى، لازم تعمل الخطوة دي وانت لسه عندك نت، يعني وانت في بيتك او في واي فاي في المطار. قبل ما تخرج فعل الشريحة، ولما توصل بالسلامة ادخل على اعدادات موبايلك واختار البيانات الخلوية. موبايل داتا تشغيل من شريحة ريدكس مش من شريحتك المصرية. ليه بقى ريدكس تحديدا؟ اولا الاسعار يا جماعة اسعار منافسة جدا مقارنة بانك تشتري خط سياحي من المطار اللي هناك، وهيستغلوك استغلال مفيش بعد كده. ثانيا الراحة، انت بتحضر شنطتك وبتحضر نتك كمان وانت في بيتك. ثالثا واتسابك شغال برقمك المصري عادي جدا، يعني مامتك هتعرف تطمن عليك وتدعي لك، ولو مرضتش مفيش مهرب. بس عشان نكون صراحة مع بعض، الحلو ما يكملش، فيه عيوب لازم تاخد بالك منها. اهم عيب، لازم موبايلك يكون بيدعم الاي سيم اصلا، مش كل الموبايلات فيها الخاصيه دي. فقبل ما تدفع مليم متاكد ان موبايلك حديث وبيدعم الشريحه الالكترونيه. وتاني حاجه، التطبيق ده للبيانات والانترنت بس، يعني مفيش رقم تتصل منه مكالمات عاديه. بس طبعا الواتساب والماسنجر بيقوموا بالواجب وزياده. انا دخلت قلبت لك في تعليقات الناس على البلاي ستور عشان اجيب لك الخلاصه. اغلب الناس مجمعه ان التطبيق منقذ وسهل الاستخدام. وفي تعليق واحد واخد لايكات كتيرة، واحد اسمه احمد بيقول بجد الجيم تشارجنج، سافرت بيه كذا دولة ووفرت فلوس كتير كنت بصرفها على التجوال والدعم الفني بتاعهم سريع جدا. لو حصلت مشكلة فيه، ناس اشتكت ان النت ممكن يقطع في اماكن نائية او بعيدة عن المدن، وده طبيعي في اي شبكة في العالم، مش عيب في التطبيق نفسه يعني. طب لو تطبيق ريدكس ما عجبكش او عايز تقارن، في بدائل تانية مشهورة زي اير الو، وده التنين المجنح بتاع المجال ده. تطبيق هولو فلاي اللي بيتميز بباقات نت غير محدودة بس اغلى شوية. نصيحتي ليك نزل التلاتة وقارن الاسعار للدولة اللي انت رايح عليها، والارخص والانسب ليك اشتريه. نرجع بقى للسؤال الغامض اللي هو ايه الزرار اللي ممكن يخرب بيتك. الزرار ده هو الداتا رومينج،
او بيانات التجوال بتاع خطك المصري الاصلي. لو سبته مفتوح وانت مسافر، شركات الاتصالات هتحاسبك بالميجا باسعار فلكية. فالحل الصح اقفل التجوال لخطك الاصلي وافتح داتا رومينج لشريحة ريدكس بس. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد يسهل حياتك في التكنولوجيا. اللينك في الوصف. سافروا وانبسطوا. سلام.